كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أول ما مدفع الإفطار يضرب والمغرب يدن، أول حاجة بتفطر بيها حلويات أو سكريات. دي غلطة كبيرة جدا جدا وبتأثر على أسنانك سلبيا قوي. إنك تبدأ فطارك في رمضان على حلويات أو أي حاجة تحتوي على سكر، ده أساسي بيزود نسبة التسويس في الأسنان، لأن البكتيريا أصلا بتتغذى على السكر ده، وعلى طول بتفرز الأحماض اللي بتأثر على طبقة من الأسنان وبتسبب تسوس الأسنان. والحل بسيط، هو إنك تبدأ الفطار في رمضان بشرب المية. لو عايز تاكل حاجة مسكرة ممكن تمر، وبعد كده تقدر تفطر الفطار المتوازن العادي، وبعديها بنص ساعة تقدر تنظف أسنانك بفرشة ومعجون. وده كله بيقلل التأثير الضار للسكريات على أسنانك. ابدأ فطارك صح، أسنانك هتشكرك. ولو انت من الناس اللي بتبدأ فطارك بالحلويات، سيب الفيديو ده عندك واعمل لايك وشاركه مع كل أصحابك عشان ترجع للنصيحة دي تاني. واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم.